السلام عليكم. الزلفلاون. عندنا بزاف ما بناش هنا في المواقع. تحياتنا تحية كل الأحرار من أمازيغ، صفحة أمازيغ نورث أفريكا. للتذكير فقط، قلنا الأزرق يمثل البحر لأن كنا قراصنة وكان عندنا حروب مع البيزنطيين والإيطاليين وهيك وهيك وهيك. الأخضر جبال الشامخات تاعنا، جبال جرجرة، جبال بوزبزة، جبال الأوراس، جبال يعني جبال قايد في المناطق تاع الجزائر، حتى جبل تنهينال في الصحراء. زيد الأصفر يمثل الصحراء الشاسعة تاع توارق، بني عمنا توارق، خاوتنا هذوك هما خوتنا توارق، هذوك هما الاصل تاعنا ديجا كامل جينا دي برا حنايا كيما هما ماكو تشوفوا. وهذه اللي كنت تقولوا عليها الفرشيطه، هذه حرف تيفينا، حرف تيفينا. لولا توارق تكون ضاعت اللغه هذه، تكون اللغه هذه واحد ما يكون زاد اكتب بها ولا انطق بها اي كلمه. وبالنسبه للعالم هذا، العالم هذا تاعنا ثاني، الشهداء هما اللي خيطوه. الشهيد خلينا حبوا يلفقوا، حبوا يلفقوا باللي انه مرت ميزالي الحاج هي اللي خيطاته، وهي بالعكس مش مرت ميزالي الحاج، هي مجاهده قديمه خيطاته، هي الاولى في القصبه. ومن بعد باش اخترعوا هذه الحكايه اللي راكم تحكوا عليها دوكا انتوما. بالنسبه لهذا الشيء نورمالمون كملناه. اوكي، بالنسبه للهويه والثقافه. اوكي، دوك نجو لحاجه واحده اخرى. كيف وصلت الجزائر مع الامارات الى طريق مسدود سياسي؟ اسمعوا وش راهو يقول الناشط التونسي. Just a moment of الدكتور اسلام بن عطيه الاكاديمي والسياسي الجزائري. دكتور بن عطيه، مساء الخير وسعداء باستضافتكم في هذا الملف. كنا في حديث عن توتر العلاقه بين السودان والامارات، والان ننتقل الى توتر العلاقه بين الجزائر والامارات. لماذا وصلت العلاقه الى هذا الحد؟ ولماذا يبدو ان الحوار الذي اجراه يعني خبير او يعني شخصية جزائرية معروفة فيما يتعلق بالأمازيغ في الجزائر، يبدو فجر الغضب الجزائري كما لم يحصل في السابق. خير، شكرا للاستضافة. أعتقد أنه من يريد أن يتبع الموقف الأخير عليه بفهم كرونولوجيا الأحداث. السلطة السياسية في الجزائر بعد الحراك والتي جاءت بتغيير يعني سريع حراك مبارك داخل النظام السياسي، هذا هو اللي دار حراك مبارك. عقدت الإمارات والملف الإماراتي التي حاولت خلق اختراقات داخل النظام السياسي الجزائري عبر شراء بعض الولاءات لبعض السياسيين الجزائريين. الملف الثاني هو ملف تدخل الإمارات في كثير من الملفات على مستوى حدودنا، على مستوى تمويل الانقلابيين في مالي الذين ألغوا الاتفاق الجزائري واليوم يقودون حربا يعني على حدودنا. أيضا الإمارات معلوم أنها من الداعمين للواء حفتر الذي هدد كثيرا أنه سيخلق بؤرة توتر على مستوى حدودنا الجنوبية. كل هذه الملفات التي تديرها الإمارات عبر شبكة الأموال وعبر الدعم المرتزقة في هذه المنطقة، كلها ملفات حاولت الجزائر عبر الوضع الدبلوماسي إعادتها إلى صوابها، لكن الإمارات بقيت دائما تتمادى، ونحن نرى أن ليست الجزائر فقط المستهدفة، ما نشهده أيضا في السودان وفي الصومال وفي غيرها من الدول. السودان، البصمة الإماراتية وفلسطين والمغرب أصبحت تلعب خربتها الإمارات وكالة لصالح الصهيونية العالمية. طيب، إذا كانت أبو ظبي متورطة فعلا في العبث ربما بالأمن أكان للسودان أو للجزائر منذ فترة طويلة، فلماذا صمتت الجزائر كل هذا الوقت؟ وما الذي فجر غضبها الآن ويعني أفاض كأسها إنجاز القول؟ الجزائر يعني كانت وجهت عبر وزارة الخارجية وعبر السيد رئيس الجمهورية في إحدى خرجاته الإعلامية تحذيرا أخيرا لدولة الإمارات، ولكن للأسف دولة الإمارات لم توقف ألاعبها على مستوى المنطقة،
لم توقف تدخلها في الشأن الداخلي الجزائري، لم توقف دعم الجماعات والمرتزقة المتواجدين على حدودنا، لم توقف بعض الحملات الإعلامية التي ظهرت أنها مدعومة بأموال إماراتية ضد المصالح الجزائرية في الخارج. كل هذه الأدلة هي موجودة وموثقة وليست جديدة في عقيدة الإمارات التي تلعب دائما على خلط الأوراق وعلى هز استقرار الأنظمة السياسية. قد نختلف أو نتفق حول النظام السياسي الجزائري وطبيعته وتوجهاته، ولكن ما مصلحة الإمارات من العبث بأمن الجزائر وباستقرار الجزائر، ونحن تبعد عنها آلاف الكيلومترات ولسنا منطقة حتى حيوية للمصالح الإماراتية. الأمر يتعلق بمخطط لهز استقرار الجزائر، لتفكيك الدول العربية وخاصة الدول التي تسجل على الأقل مواقف مشرفة مما يتعلق بالقضايا الكبرى مثل القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العادلة. هو المثير، وهنا أختم معك سيد بن عطية، أنه حتى هذه المرة رغم الغضب الجزائري لكن الرد أوكل للتلفزيون الجزائري. لم نرى مثلا وزير الخارجية أو السيد الرئيس عبد المجيد تبون يعني يلقي كلمة في هذا السياق. ثم إلى أين ترى العلاقة الآن متجهة؟ هل هناك إمكانية للتهدئة أم أن ربما أبو ظبي تجاوزت كل الخطوط الحمراء كما قال التلفزيون الجزائري؟ أعتقد أنه للأسف الجزائر في ظرفها الحالي داخليا اقتصاديا وحتى في مجال توتر علاقتها مع كثير من الدول لا تمتلك للأسف كثير من الأوراق لتحريكها ضد الإمارات، وهذا يعني نقطة ضعف في خاصرة الدولة الجزائرية. نتأسف لأننا وصلنا إلى هذا الوضع، ولكن هذا هو الحقيقة. بينما خصمك يمتلك كثير من شبكة العلاقات الدولية، يمتلك أموال طائلة تصرف لهز الاستقرار ولحشد اللوبيات ضدك. للأسف لهذا أعتقد أن رد الجزائري سيكون رد على حسب إمكانياتنا وعلى حسب ما نمتلكه من أوراق في انتظار تحسن ظروفنا الداخلية والخارجية، لأنه حاليا في ظل ما يوجد في منطقة الساحل، ما يوجد في حدودنا الجنوبية، وحتى مع صراع النظام السياسي الجزائري مع نظيره المغربي يعني يعقد من الملفات ويشبك من الملفات ويجعل الجزائر تحسب لكل خطوة، ولعل هذا ما جعلنا نتجنب مواجهة مباشرة ويوكل الأمر إلى التلفزيون الجزائري. الدكتور اسلام بن عطية الأكاديمي والسياسي الجزائري، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم. هاكو شفتوا الإمارات شو راهي دير هكذا. السلام عليكم خوتي من جديد الزلفلاون. بالنسبة اليوم الموضوع تاعنا هو الإمارات المتحدة ولا الإمارات المتحدة، يعني كما تقدروا تقولوا الخليج العربي هذا كامل بدوها من نصف تاع مصر للهيه كل مشرق، ومن مصر سيوا لهنا حتى لزيل الكناري، ومنا الكل بربر. رانا في افريقيا يعني كل واحد رانا قاسمين يا اخو. واش حنا تابعين لهادوك تابعين لينا ولا حنا تابعين ليهم؟ المهم قلنا الموضوع تاعنا بالنسبه تاع الامارات من الناحيه الجغرافيه المكان والمسافه تقع الجزائر من اقصى غرب العالم العربي شمال افريقيا. العالم العربي من اقصى يعني شمال افريقيا، بينما تقع الإمارات في أقصى شرق شبه الجزيرة العربية. يمتد بينهما مسار جغرافي يشمل كالتالي: الدولة تقع عدة دول عربية في المسار الجوي والبري بينهما، وأبرزها ليبيا ومصر، حيث تعتبر محافظة الجيزة في مصر في نقطة المنتصف الجغرافي تقريبا بين البلدين، يعني بين مصر يعني بين الجزائر شمال إفريقيا وبين المشرق العربي. هذه هي النقطة الفاصلة اللي بيننا، فهمتوا؟ الجيزة هذيك هي. المسافة تبلغ المسافة الجوية بين الجزائر والعاصمة أبو ظبي حوالي 51,100 كيلومتر. الوقت تستغرق الرحلة الجوية المباشرة بين مطار هواري بومدين ودبي حوالي 7 ساعات و45 دقيقة، يعني تقريبا 8 ساعات في المتوسط. يعني تبعد يعني وين تبان، يعني اسبانيا احنا قريبه علينا اكثر منها. انا اسبانيا في الطياره ندير 45 دقيقه غير، نقولوا 35 دقيقه.
من برشلونه من تيرمينال دوي حتى الهواري بومدينه هنايا هكذا. من الناحيه السياسيه الاحداث تشهد العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي أوائل عام 2026 مرحلة من التوتر السياسي الملحوظ بسبب تضارب الأجندات الإقليمية، لأنه كتشوف الإمارات راهي مع السعودية مع إسرائيل ديريكت، فهمتوا، وحنايا رانا منحازين مع الدول المسلمة مع فلسطين، فهمتوا، يعني كيما دوك المغرب جاي مع الامارات راهو مع اسرائيل، حنايا رانا جاي مع فلسطين وكامل اللي راهو مع فلسطين بوليزاريو، فهمتوا، بوليزاريو ثاني. المهم الخلافات الدبلوماسية، أشار الرئيس الجزائري في تصريحات سابقة إلى وجود خلافات مع دول خليجية واحدة في إشارة للإمارات، وتزايدت هذه التوترات حول ملفات مثل السودان، ليبيا ومنطقة الساحل، وكثير يعني يدخلوا يعني في كل بلاصة يحشروا روحهم في المناطق اللي لا تعنيهم. نروح للنقل الجوي. النقل الجوي في فبراير 2026 بدأت الجزائر إجراءات إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات، وهي الاتفاقية التي كانت منظمة لرحلات بين البلدين منذ عام 2013. الحمد لله هم راحوا، وهاكو شفتوا الأبواق اللي خرجوا يسبونا باسم الإمارات، وهم جزائريين الخونة اللي خاننا ليس منا، خاطر علاه اللي يخونك مرة يخونك كل يوم هكذا، يعني اللي خاننا مره اكو في المواقع راكم تعرفوه، باش اللي يخونك مره يخونك كل يوم، هذه يديروها مليح حلقه في اذنكم كما يقولوا. قلنا النقل الجوي الغاء الاتفاقيه هذه. التنافس الاقتصادي، هناك تباين في المواقف تجاه مشاريع كبرى مثل مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي الذي تدعمه الإمارات وتتحفظ عليه الجزائر. يعني ما حبوناش نديرو احنا الانبوب هذا من نيجيريا حتى واسمه الجزائر، من الجزائر حتى اوروبا. مقارنه سريعه، حقائق وارقام. المساحه الجزائريه اكبر من الامارات بنحو 28 مره. اقتصاد الامارات الناتج المحلي يبلغ تقريبا ضعف اقتصاد الجزائر حسب تقديرات 2025. يعني الاقتصاد الامارات الناتج المحلي يبلغ تقريبا ضعف اقتصاد الجزائر حسب تقديرات 2025، باش بالامريكان بالصهاينه هذوما الاشياء هذوما اللي يساعدوهم، زادوا غونفلاو لهم كما يقولوا، غونفلاو لهم العملات تاعهم والاقتصاد تاعهم. هذه هي. فوقها وقال لك هل كانت تبحث عن تفاصيل جغرافية محددة للبلدان التي يمر فوقها الطيران، أم تود معرفة المزيد عن أسباب الخلافات؟ يعني كاين خلافات كثر، ودوك نزيد نجبد لكم الطالع هكذا. نديرو بوز. بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأنه يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وكثير من العلماء الآن يتوقعون بناء على سنن، ماشي كيتخيلوا ولا كيتنبؤوا بالتنبؤات الخاوية، لا، بناء على سنن الله الواردة في كتاب الله، ما كيمشيوش بعيد، وعلى ما أنبأ به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أنه الطغيان ديال اليهود ما بقالوش بزاف، الكفر عبر التاريخ من زمان فرعون ومن قبله ومن بعده، ومن هم الآن يفسدون في الأرض ويعيثون فيها فسادا وإلى يوم القيامة. وإن عدتم عدنا، الميزان واحد. لما كيوصل الطغيان المرحلة ديال ادعاء الألوهية، عرف بالله هذا مؤشر مادي حقيقي على أنه وصل النقطة فاش يهود. ليس فوق ادعاء الألوهية طغيان. انتهى. ولمن قدر له أن يرى هذه اللحظة سيرى بإذن الله عجبا، لأن هذه حقائق قرآنية مش خيالات، وحقائق نبوية تنبئ على أن ادعاء الألوهية اللي صارت له الدول الطاغية في العالم قد آن أوانه باش يأكل الطين كما كلا فرعون بإذن الله. قل للذين كفروا ستغلبون، هذا كتاب الله عز وجل. آية ما قالهاش غير سيدنا محمد، قالها للتاريخ الممتد إلى نهاية الأرض. قل للذين كفروا ستغلبون
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. تقترب الأمة، كتقرب مازال ما وصلت، تقترب من عد 100 سنة على هذه الأحداث جميعا، على سقوط الخلافة الإسلامية، وعلى احتلال فلسطين، وعلى قيام حركات الدعوة والإصلاح في العالم الإسلامي. تقترب من 100 سنة، بمعنى أنه تمام 100 أولاد اللي غادي يهزوا شأن ديال الأمة راه كيتولدوا دابا في هذه اللحظة، كيتولدوا يعني من بعد 20 سنة تقريبا بإذن الله عز وجل. اللي كيتولدوا دابا هما ولاد 20 سنة من بعد 20 سنة. وكاين أحاديث نبوية عجيبة جدا تتحدث فعلا عن أن لحظة الحسم تاريخية قربت. أولا العلامات ديال الساعة التي تحدث عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام من تقارب الزمان، هذا الشيء اللي كيسميه العالم ولا قرية صغيرة، من تقارب الزمان. داك الشيء اللي خصك ديرو في 10 سنين كديرو في ثانية، بالانترنت أو بالمحمول، ثانية. وأشياء كثيرة أكثر من أن تحصى، وليس هذا مجلس أوانها. قمة الطغيان فلم يبقى له إلا الانهيار. وهذا كلام قاله كثير من أهل العلم الآن، ويعني اشتهر، والدليل ديالو سنن الله تعالى في التاريخ التي وردت في كتاب الله. إن باع الكفر وطغيانه في الأرض قصير، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. قصير، الكفر حبلو قصير ماشي طويل. 1924 ما يقارب 1300 الهجري، 1343 أو 44 هجرية، حدث كبير في العالم الإسلامي، هو سقوط الخلافة الإسلامية. ما كانش هذاك الحدث سهل. 1924 1343 44 هجري، بعدها بسنوات قليلة، يعني 4 سنين أخرى أو 5 سنين، تكونت إسرائيل مباشرة. يعني 48 49 تأسست تأسيس حقيقي. لكن مرحلة الانتداب البريطاني في فلسطين كانت هجرة كبيرة ديال اليهود. هي تكونت إسرائيل قبل الإعلان عن الدولة، تكونت اجتماعيا وسياسيا وبين قوسين قانونيا، يعني وعد بلفور. فهذاك العام ديال تأسيس ديال الدولة العبرية كان اللحظة فقط ديال إعلان النهاية ديال الفيلم أو ديال المسرحية كما يعبرون. فاللحظة إذن التي كانت تتأسس فعليا الدولة العبرية في فلسطين، اللي هي ما بين 1924 حتى 48 49، معروف. هذيك اللحظة كلها لحظة ديال التأسيس، وكانوا عارفين بأنه ما يمكنش يبداو التأسيس تطيحوا الخلافة العثمانية الإسلامية، لأنه كان السلطان عبد الحميد قال لهم فلسطين أرض حبوس وقف وديال المسلمين كاملين، ما يمكنليش نسمح فيها. لما لقاوه صلب عملوا ما استطاعوا على تخريب الخلافة الإسلامية من الداخل وطيحوا الخلافة. وبعد ذلك مباشرة بدأت موجات الهجرة لفلسطين اللي راه محتلين هذيك الساعة الإنجليز، فبدأت موجات الهجرة والتأسيس الفعلي الاجتماعي. وبعد ذلك جاء الإعلان في نهاية الأربعينات، الإعلان ديال التأسيس. هذيك اللحظة بالضبط، هذيك اللحظة كان الوعي والشعور بالأمة الإسلامية قوى واحد الشكل كبير عند عدد ديال العلماء، لأنه المسلمين العلماء شافوا البني ديال العالم الإسلامي كيريب يعني الخلافة رابت، البلاد الإسلامية دخلوا عليها صبليون، فرانسيس، الإنجليز، الطليان، تداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما هو معروف في الحديث ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالمسلمين إذن بشكل تلقائي قاموا يجددون دين الله في الأرض. وواحد العدد ديال الدعوات ديال الإصلاح وتجديد الدين نبتت في ديك المرحلة، معروف في مصر، في الهند، في باكستان، في المغرب، في تركيا، كثير. يعني تقريبا ما كاينش منطقة في العالم الإسلامي في ديك اللحظة اللي ما نطش فيها واحد الدعوة ديال الإصلاح وتجديد الدين بأشكال مختلفة، لكنها كتلقى في نقطة واحدة، هي إعادة بناء الأمة الإسلامية من جديد. صحيح أنه ما وصلتش لشي حاجة كبيرة، ولكن وصلت لواحد الشيء مهم جدا، وهو تجديد الوعي ديال المسلمين بدين الله
وتجديد القراءة لكتاب الله. والصحوة الإسلامية المعاصرة الآن اللي كاينه في العالم الإسلامي هي في الحقيقة امتداد لذاك الشيء اللي وقع في بداية القرن الماضي، الثلث الأول من القرن الماضي، يعني في العشرينات حتى الثلاثينات من القرن العشرين الماضي بالعد الميلادي. في بداية هذا القرن الجديد الميلادي، وأيضا قبل ذلك وبعد ذلك بالهجري نفس الشيء، لأن المرحلة واحدة. سيصنعه الله على عينيه وبوحيه وكتابه. ولذلك المهيئ للتدافع الحضاري الجديد لهذه المرحلة الجديدة هو الجيل اللي كيشتغل بالقرآن الكريم. علاش؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اللغة المدمرة الآن هي لغة الإعلام. السحر الأكبر لهذا العصر هو الإعلام. الذي يبطل ذلك السحر هو الذي أبطل ذلك السحر الماضي، هو القرآن الكريم. اللي يبطل سحر الإعلام الثقافة القرآنية، اللغة القرآنية، المصطلح القرآني، الآيات والعلامات القرآنية. نهار تشوف المسلمين صاروا يتداولون كتاب الله فيما بينهم، أبشر بالنصري، قتلوا غير خطوة، والعلامات دالة على هذا. سبحان الله العظيم. باقي نتذكر في نهاية السبعينات، أواسط السبعينات وبداية الثمانينات تفقدوا القراء ديال القرآن الكريم من المغرب، تفقدوا ولاو قليل. باقي نتذكر ما بقاوش كيلقاو الناس اللي يصلي بهم في جوامع التراويح في كثير من البوادي. فإذا به سبحان الله العظيم بحال الشتاء كتعاود تصب، فإذا به بدور القرآن والمساجد والاهتمام بالقرآن من جديد كيعاود ينبت وحده كما ينبت الربيع. ولكن الله عز وجل ينبت أهله، هذوك أهل الله. إن لله أهلين من الأرض في الحديث الصحيح، أهل الله، أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هو ربي تعالى كيخلق ديالو لأمر هو جل يعلمه، كيمهد الوقت ويمهد الجيل لوقته، ويهيئ الناس للاهتمام بالقرآن الجديد. يحاولوا يطفئوا القرآن، يعني مستحيل. قال لك ما تكتب شيء بسم الله الرحمن الرحيم في المراسلات، مع من كيتعاملوا مع رب الكون. حربهم خاسرة. أنا متعجب لواحد عدد الشباب يوقع لهم إحباط نفسي ومرضوا بالاكتئاب، وحتى تكون أنت اللي مسؤول عن المعركة عاد تمرض. هو اللي مقابل المعركة رب الكون، واش راحنا نلعبوا ولا شي غريب هادشي. رب الكون الذي يقود المعركة للبشر، وربي تعالى كيجيب العسكر ديالو الجنود ديالو، ماشي انت اللي كتعطيهم له. وما يعلم جند ربك الا هو. الا ما صلحت انت تكون جندي يتخلى عليك رب الكون، وسيخلق سبحانه وتعالى قوما اخرين، وكذلك يفعل جل وعلا. وهذا الذي يرى الان في الارض. الان الاقبال على القران الكريم حتميه تاريخيه. هذه العباره زعما بزز غادي يكون، احب من احب وكره من كره، غادي يبدا ينبت لهم القران في كل موضع بوحده ينبت، لانه الوقت جات باش يتكلم القرآن، لأنه يتكلم الشيطان. الشيطان كيتكلم بلسان الإعلام، بسحر الإعلام، ولا يبطله إلا قول الله جل وعلا القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.